هلو، النهارده هنتعلم ازاي نخفي حواجبنا للميك اب. اول حاجه هنحتاجها هو الجلو ستيك بتاعنا وبخاخه نرش بيها ميه او ميه ورد، والفرشه دي عشان نسرح بيها حواجبنا لفوق. اول خطوه هنعملها هنرش على الجلو ستيك ميه ورد او ميه، انا عامه استخدمت ميه ورد بالنسبه لي، ونسيبها حبه تنشف كده، وبعدها هنبتدي ان احنا نحطها على حواجبنا زي ما انتم ما شايفين انا بعمل ايه في الفيديو. هنحط اول طبقه بالشكل ده بس، لكن بعد كده هيبقى الشكل مختلف. هنبتدي دلوقتي نرفع حواجبنا لفوق بالفرشه بتاعتنا، وبعد ما تنشف هنبتدي نحط الطبقة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش زي اول مرة. وهنكرر نفس اللي عملناه في الحاجب الاول للحاجب التاني، وهكذا. كل ما هتنشف طبقة هنحط طبقة تانية على حسب كثافة وغزارة شعر الحاجب. انا عشان حاجبي خفيف حطيت من 4 ل5 طبقات. دلوقتي هنبتدي ننضف حوالين الحاجب بمنديل مبلل، وهنشيل كل الزيادات اللي حوالين الحاجب عشان الكلام ده كله هيأثر على الميك اب بعد كده، فلازم يتشال. من بين كل الطرق حسيت ان دي انسب طريقة ان انت تخفي بيها حاجبك من تحت الالوان. شكل حواجب تحت اللون. في طريقة تانية لو احنا مش هنحط لون على وشنا بنخفي بيها حواجبنا، لسه هنزلها برضو. وما تنسيش تعملي فولو ولايك وكومنت عشان تشجعوني واكمل لكم في باقي السلسلة واعلمكم اساسيات الميك اب السينمائي.